موضوع معاكم النهاردة هيبقى عن الكسل. بص يا ست، الكسل ده هو البعبع اللي بيخلي الواحد منا قاعد قدام التلفزيون أو ماسك الموبايل وهو وراه جبل من الشغل. طب عايزين نعرف يعني إيه كسل؟ الكسل ده مش معناه إنك مش قادرة، هو معناه إنك مش عايزة تشتغلي. يعني صحتك موجودة والوقت موجود بس نفسك قفلت. انت في حالة بتكوني فاقدة للرغبة إنك تبذلي أي مجهود، حتى لو كان المجهود ده في مصلحتك. طب ليه احنا بنكسل؟ الكسل مش دايما بيبقى دلع، امال ايه؟ بيبقى وراه طبعا اسباب تانية. ممكن يبقى خوف من الفشل. ساعات احنا بنكسل نبدأ مثلا مذاكرة او نبدأ مشروع او ناخد شهادة او كورس علشان احنا خايفين ما نجيبش نتيجة كويسة، فعقلنا دايما بيهرب للكسل. ممكن برضو لو الأهداف اللي انت هتعمليها كبيرة شوية أو صعبة، فانت لما بتبصي للحاجة اللي انت بتعمليها على إنها جبل، سواء عمل أو شغل أو هدف أو كلية أو غير ذلك، هتحسي إنك ناملة وإنك مش قادرة تعملي حاجة وهتكسلي تمشي. كذلك الروتين القاتل، إن أنت تبقي في الحياة بتعملي كل يوم نفس روتينك، ما بتغيريش، سواء في بيتك أو في شغلك أو بالنسبة للبنات اللي بتذاكر أو غير ذلك. ساعات الموضوع برضو بيبقى نقص فيتامينات. ممكن تبقي محتاجة ان انتي تظبطي نقص الفيتامينات اللي عندك، سواء فيتامين دي او بي 12 او حديد وغيره، وده بيخليكي همدانة على طول. طب ازاي احنا بقى نكسر رقبة الكسل ده ونتغلب عليه ونعالجه؟ اول حاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا اللي احنا نستعيذ بالله من الكسل صباحا ومساء، بأن نقول الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، إلى آخر الدعاء. تاني حاجة، فتيت المهمة. ما تقوليش مثلا هخلص الشغل كله، سواء بتعملي حاجة في شغل البيت أو شغل بتشتغليه انت أصلا من البيت، أو لو انت بتقرأي كتاب أو غيره. لا، قولي مثلا لنفسك، لو انت مثلا عايزة تقرأي كتاب، قولي مثلا أنا هقرأ أول صفحة بس. أو لو انت عندك شغل في البيت مثلا تقولي أنا هنظف أوضة بس. أو لو عندك برضو شغل بتشتغليه من البيت، قولي مثلا أنا هبدأ فيه بس. فانت مجرد ما انت تعملي حاجة بس واحدة، هتلاقي نفسك الكسل بيبعد عنك وتعملي شغل كتير جدا. كذلك لازم اللي انت تغيري الروتين بتاعك اليومي. فالروتين ده عامل زي السوس اللي بياكل في حلاوة اليوم. سواء انت كنت ست بيت شقيانة في البيت طول النهار، او ست بتنزلي تشتغلي ومطحونة من شغل البيت والعمل، فالروتين ده بيخليكي عاملة زي الروبوت شغال ما بيفصلش. طب الحل ايه؟ الحل في التغيير. الحل اللي انت لازم تغيري روتين يومك، باللي انت تخصصي ليكي نص ساعة او ساعة تكون ليكي ملكك لوحدك، ترتاحي فيها، تذكري ربنا فيها، تسمعي بودكاست، تشربي قهوتك، او تقعدي حتى في البلكونة. المهم ان الوقت ده تحافظي عليه لشحن طاقتك. او لخبطي جدولك، لو انت متعودة تطبخي الصبح، اعملي مثلا بعد الاكل بالليل، ده بيخفف عنك بالنهار. او لو انت متعودة تقرأي بالليل القرآن، اقرأي الصبح. او لو انت متعودة تنظفي كل البيت في يوم واحد، نظفي كل يوم غرفة. فالتغيير بيدي إيحاء لمخك إن يومك مختلف. خلاصة الكلام، اللي الكسل ده بيبقى عامل زي الصدأ، لو سبتيه هياكل فيكي، وهتلاقي عمرك بيجري وانت واقفة مكانك. مفيش حد نجح وهو نايم على السرير. استعيذي بالله من الكسل، وخدي أول خطوة لمهامك حتى لو كانت صغيرة، وحافظي على صحتك النفسية. فصحتك النفسية هي الموتور اللي بيحرك المركب كلها. لو الموتور عطل، المركب كلها تغرق. فاهتمي بنفسك الأول علشان تهتمي بالباقيين. قومي يا ست الكل ودعي الكسل والأنتخة.